بيقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم زاروا مع سيدنا عزرائيل عشان يهونوا عليه سكرات الموت، وإنه في ليلة وفاته كان في الحضرة مع سيدنا إبراهيم وسيدنا الحسين وستنا زينب. ومن آخر 40 يوم في حياته الإمام الشعراوي كان منقطع تماما عن الدنيا والناس، لا شغل ولا زيارات ولا كلام، بس خلوة مع ربنا. وآخر 18 يوم قطع الأكل والشرب والدواء بإرادته، وبلغ حفيدته بميعاد وفاته باليوم والتاريخ، وطلب من ولاده يغسلوه قبل ما يموت عشان يقابل ربنا نظيف قلبا وقالبا. دي كانت اللحظات الأخيرة في حياة فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي. الشيخ الشعراوي معروف بكرامات كتير، وكل اللي عرفوه وشافوه أجمعوا إنه كان ولي من أولياء الله الصالحين، لكن كرامة موته بالذات فضلت من أغرب وأعجب الحكايات اللي اتحكت واللي بتأكد حسن الخاتمة. القصة دي رواها الشيخ عبد الرحيم الشعراوي، وبتبدأ يوم 1 مايو سنة 1998 لما الإمام طلب من ولاده يطلعوه من المستشفى على مسؤوليته الخاصة ويروحوا بيه البيت بأنبوبة أكسجين. وأول ما دخل البيت وصاهم وصية واضحة، قال لهم مش عايز أشوف حد ولا حد يشوفني، أنا هقعد في أوضتي وعلى سريري ومش عايز أكل ولا شرب، هاتولي بس مصحف وسجادة صلاة. وفعلا اللي قاله اتنفذ، وولاده فضلوا يحاولوا يقنعوه ياكل أو يشرب عشان يقدر ياخد العلاج، لكن قبل وفاته ب 18 يوم قال لهم بهدوء وثبات كفاية كده، مش هدخل بطني شرب الدواء ولا قرص علاج تاني، أنا زهدت المية والأكل وتعبت من الدكاترة والأدوية، الله طبيبي والقرآن شفاء لما في الصدور. ومن اللحظة دي عكف على القرآن والصلاة والذكر لحد ما جه يوم 14 يونيو. اليوم ده نادى حفيدته وفاء بنت ابنه عبد الرحيم وقال لها خلي أبوك يجهز العربية. استغربت وسألته عربية إيه يا جدي؟ قال لها هو فاهم. وبعدين سألها فجأة قوليلي النهاردة كام؟ قالت له 14 يا جدي. قال ياه 15 و16 و17، يعني مفيش وقت، قوليله يجهز العربية فورا. وفاء جريت على أبوها تنقل الرسالة، وهنا عبد الرحيم فهم المقصود وعرف إن يوم 17 مش هيعدي بسهولة، وإن أبوه بيبلغه يجهز المدافن في بلدهم بالدقهلية، ولو كان يقصد القاهرة كان ندى باقي إخواته. على طول عبد الرحيم اتصل بالمهندس عبد الرحمن مصطفى مساعد الإمام والمسؤول عن إدارة أعماله، وقال له يجهز المقابر لاستقبال جنازة هيشيعها آلاف الناس. المهندس اتفاجئ وسأله هو مولانا مات؟ قال له عبد الرحيم لسه فاضل له 3 أيام، دي تعليماته نفذ. عبد الرحيم دخل على أبوه حضنه والدموع مغرقة وشه، فالإمام قال له إيه يا عبد الرحيم هنتكسر من أولها، عايزك تبقى راجل. وسأله جهزت العربية؟ قال له كلمت الباشمهندس. ابتسم الشعراوي وقال له كده تمام، بتفهمني من غير كلام. وعدى السبت والحد وجه التلات بالليل. عبد الرحيم كان باصص على الساعة وقلبه وجعه لحد ما العقرب عدى 12، وفجأة الإمام قال له يا عبده أنا عايز استحمى. خده هو وأخوه أحمد على الحمام، فقال لهم سيبكم من البانيو، افرشوا مشمع على الأرض ونيموني، ودعكولي جسمي بضمير، وهاتولي غيار جديد وجلبية لسه في الكيس، وعطروني بالمسك والعود. اتنفذت التعليمات بالحرف، وأخوه أحمد مستغرب وسأله هو أنت عريس جديد ولا إيه يا بابا؟ فضحك الشعراوي وبص لعبد الرحيم وقال أيوه أنا النهاردة عريس.